صباح الخير عليكم. كما قلت لكم حنا دابا متواجدين في دار الشباب الهادي كريو. مرحبا بكم معنا اليوم ان شاء الله. حنا في الاستعدادات وغادي نستقبلكم دابا. مرحبا والف مرحبا. الموضوع كما قلت لكم هو الصناعه التقليديه وبالخصوص النساء المغربيات، نساء مبدعات. مرحبا بكم معنا. هذا اليوم احتضنت دار الشباب الهادي كريو زواغة بمدينة فاس اليوم انطلاقة للمعرض الحرفي المنظم من طرف الجمعية المغربية الإسبانية للتنمية الاقتصادية والسياحية والاجتماعية بشراكة مع المديرية الجهوية لقطاع الشباب وغرفة الصناعة التقليدية بجهة فاس مكناس تحت شعار شابات مبدعات. الحدث الذي افتتح بحضور رئيس غرفة الصناعة التقليدية شهد مشاركة صانعات شابات قدمن منتوجاتهن التقليدية بإبداع يعكس روح الابتكار والرغبة في الحفاظ على التراث الحرفي للعاصمة العلمية. في افتتاح بهيج شهد حضور رئيس غرفة الصناعة التقليدية مشاركة صانعات شابات قدمن منتوجاتهن التقليدية بإبداع يعكس روح الابتكار والرغبة في الحفاظ على التراث الحرفي. هذا الحدث يعكس التزام الجمعية والشركاء بدعم وتمكين المرأة في مجال الصناعة التقليدية ويسلط الضوء على الإبداعات المحلية والتراث الثقافي الغني لجهة فاس مكناس. وبالمناسبة متابعين نرحب بجميع الزوار الذين يرغبون في المشاركة والاستمتاع بكل المنتجات التقليدية المتميزة الخاصة بيوم الأحد 21 شتنبر 2025، حيث سيتم توزيع الشواهد التقديرية على المشاركات في ختام المعرض. كان يوم جد مميز، والفضل أولا يعود للسيد رضوان بوريان رئيس الجمعية المغربية الإسبانية للتنمية الاقتصادية والسياحية والاجتماعية، لأنه اختار موضوع لهذه الفئة النسوية خصوصا المبدعات في الصناعة التقليدية. كذلك الشكر لمدير غرفة الصناعة التقليدية بجهة فاس مكناس لأن حضوره في هذا المعرض كان شرف لنا جميعا. أيضا الشكر الجزيل كذلك لجميع الأطر التي لها أيضا دور كبير في نجاح هذا المعرض لهذا اليوم. شكرا لجميع المبدعات الذين حضروا معنا، وأتمنى أن يكون يوم غد أفضل بكثير. شكرا لكم. أترككم مع بقية الفيديو. ماشي زعما داكشي ساهل، ماشي ولا هو الانسان هذا المنطقة هذه هو الدوشة.
نلقاو ذاك المشعل، كيفيه تمرين المشعل والفرح. ديال البوتفي ديال بزاف ديال المهن اللي كنخرجوا اليوم كنديروا فيهم لي وركشوب. لهذا كنتمنى انهم يوليو يداروا لي وركشوب بالمجان اللي يمشيو ليهم الناس ويوليو حتى هما يعرفوا يخدموا بزاف ديال لي برودوي راسهم. وهذا الشيء اللي كاين. كنشكركم. كنأسستي على هذه القضيه ديال لي وركشوب. كنتمنى ان المسؤولين يشوفوا فينا بالاخص بالنسبه انهم يداروا لي وركشوب بالمجان الناس يجيو باش يعرفوا بالاخص ورشات يداروا ورشات ديال الصناعه التقليديه. كل مره يدار الجلد، مره يدار الفخار، مره الزليج، المهم باش الناس يقدروا يتعرفوا على هادشي اللي كنديروا. وهكاك بالاخص يعيطوا للشباب لانهم هما واخدين واحد الفكره اللي انا كنت ديما انا شكرا كنخدم الجمله ديالكم. هو ان كيفاش نتوما كصانعات تقليديات تقدروا توصلوا للعالميه وتقدروا تدخلوا. عرفات كيفاش المراه زيتاب خاصو يدوز لنا ديالك باش انه يوصل. نمشيو بغينا ندير واحد المعرض اللي نمشيو نقيسو واحد الأهداف. هذاك الصانع يجيب الفلوس، وهذاك الصانع يقدر يوصل لي داك العدو ديالي نتاع بلادنا بان انا عرفت تيكون. وهاد الطريقه اللي كنت بحال هاد الشركات. هاد الشركات هما كتعمل واحد الطريقه كبيره باش يجيو لهنا، باش يجيو لحنا. واليوم حنا كجمعيه كنا كنتسناو هاد الشركات هادو تعطى لهم واحد المكافاه فقط لانهم جاو، كما انكم نتوما خصكم مكافاه. ولكن خصنا نبينو كاين كنهضروا بالافكار، كنهضروا بالصوره. هذه الصوره هذه هي الفنانيات الحرفيات. واش غادي يمكن نعطيو؟ ولكن الغالب الله فوقاش يسمعونا والله حنا الايمان ديالنا اتخاذ نفسي هو اللي كيحافظ على الصناعه التقليديه ولا لا تبقاش الصناعه التقليديه. لان كتشوفوا غير السياره اللي بدينا قديمه ملي كيجي كتعطي واحد الروح في المدينه قديمه. وحنا الفاس راه المدينه قديمه راه ما نعيشوش، راه واخا ما كنوصلولهاش راه الاثار ديالها علينا راه كاينين على جيبنا. لان المدينه مسوقه راسها 12 قرن مسوقه راسها، ما عطاش عندنا نديرو نسوقوا لها. وشكرا.